السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. هذه قصة ديالنا ديال اليوم، قصة حقيقية وقعت من واحد المتابعة اللي صيفطتها لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كنقولها شكرا على القصة ديالك. المهم حنايا احداث ديال القصة غادي نذكرهم كيف ما قالتهم، غنبدل غير الاسماء وداكشي تحت الطلب ديالها. انا اختاريت الاسم اللي مغاير على اسم ديالها وما كيشبهلوش اصلا. والاحداث ديال القصة ديالنا ديال اليوم وقعت في بلد عربية وعندها علاقة بهادشي ديال مواقع التواصل الاجتماعي. فإلا بغيتوا تعرفوا الأحداث ديال القصة ديال اليوم، ما عليكم غير تبقاو معنا في الفيديو حتى الأخير. وشكرا لكم على الدعم. وإلا كنتوا واجدين يلا نبداو القصة ديالنا ديال اليوم. انا سميتي ساره وفي العمر ديالي 24 سنه. قبل ما يوقع لي هادشي اللي وقع لي تقريبا قبل منه بسنتين، كان داك الوقيته يلاه تشهر الفيسبوك. يعني ولاو الناس كيفتحوا دي كونط فيه بزاف، يعني ما بقاش غير الناس قلال اللي كيستعملوه وانما ولا مشهور بزاف. وانا كنت ديك الساعات ما كنعرف لا فيسبوك لا والو، اولا ماشي نقولوا ما كنتش نعرفو، كنت كنعرفو ولكن ما كانش عندي فكره نتا اني ندير كونط فيه، ولا ما كنتش مهتمه الصراحه. حتى لواحد النهار واحد صاحبتي بقات مصره عليا ديري كونط راه شحال مره كنحتاجك، كنبغي نصيفط لك تصاور، نقدروا نصيفطوا تصاور، نقدروا نصيفطوا فيديوهات، نقدروا مهم. بقات معايا حتى وافقت وفتحت كونط. وكان عندي واحد المبدا ديال اني ما نحط لا تصاوري، ما نهضرش مع الدراري، ما نضيفش الدراري عندي، ما ندخلش جروبات فيهم الدراري. المهم كان عندي واحد المبدا محافظه عليه، هو انه كونت ديالي باش نهضر مع صحاباتي ومع الناس ديال العائله ديالي. الوغ الكونت ديالي كله كان فيه عدد قليل ديال الصحابات، وبالنسبه للرجال اللي كانوا فيه فكانوا غير خوتي ولا عمي او شي حد من القرابه ديالي، هما الوحيدين اللي كانوا في الكونت ديالي ذكور. اما ما تبقى في الكونت فغير بنات، فيهم صحاباتي، فيهم بنات العائله، بنات الجيران. هادشي اللي كان عندي. دازت الايام، واحد النهار وانايا كنستعمل الفيسبوك ولا كيعجبني كنشوف فيه فيديوهات وهذا، وصلني واحد النوتيفيكاسيون اشعار من عند صاحبتي اللي ضافتني في واحد الجروب. انا وافقت لانه كان من طرف صديقتي، فانا ما عنديش شك فيها. وافقت اني ندخل داك الجروب. دخلت، عجبني المحتوى ديال الجروب، انهم كيهضروا في مواضيع مختلفه، كيناقشوا مواضيع. مشات الايام حتى واحد النهار كنتصدم انه واحد من بين الاعضاء من هضر صدق انه راجل. وفهمت ديك الساعات واكتشفت انه الجروب ماشي غير ديال البنات وانما جروب مختلط. هدرت مع صاحبتي قلت لها علاش تدخليني جروب مختلط، انا ما كنبغيش ندخل الجروبات فيهم الولاد وهذا. صاحبتي قالت لي عادي، هذا راه فيسبوك وهو راه في دارهم وانت في داركم، يعني ما كاينش محادثات بينك وبينه، ما كاينش شي حاجه حرام. مهم قنعتني، وحتى انا صراحه كنت سهل اني نتقنع، ما خداش وقت معها بزاف وقنعتني. وفعلا بقيت في الجروب كنشوف مواضيع هما كيهضروا. ما عمرني ما كنت صراحه كندخل، كنت غير كنقرا وكيعجبني داكشي، كنقرا حتى لواحد النهار تار الاهتمام ديالي واحد الموضوع. ف حتى انا دخلت وهدرت، وبقى واحد الشخص هو اللي كنتهضروا في لي كومونتير هادشي، يعني حدا الناس بدينا كنهضروا، كيجاوبني كنجاوبو، كيجاوبو هادشي في لي كومونتير. الطريقه ديال الهضره ديالو عجباتني، وحسيت بواحد الانجذاب لهذا الشخص والشخصيه ديالو وكيفاش كيهضر. مع الايام واحد النهار صيفط لي الاضافه، وانا رفضت، ما كنتش كنقبل اني نضيف عندي الدراري. بقيت على هذاك الحال، بدينا كنهضروا غير في لي كومونتير. دائما فيما كيشوف الكومونتير ديالي كان كيجاوبني، وانا ملي كنت كنشوف الكومونتير ديالو كنجاوبو، وهذا الشيء كان كيبين ان معجبين ببعضياتنا. انا ما عمرني ما شافني، ولكن انا كنت شفت التصاور ديالو حاطهم في الفيسبوك، ولكن هو ما سبقش ليه شافني. بقينا على داك الحال. واحد النهار وهو يقول لي راسي ما فيها باس، انسان محترم وباغيني، يقدر يكون باغيني الحلال ولا. المهم انه الفكره ديال اني نقبلو عندي في الفيسبوك بدات كتدخل لي لراسي. وبالفعل في نفس الايام صيفط لي هو ميساج في الخاص وقال لي واش ممكن تقبليني عندك صديق، بغيت نتعرف عليك اكثر.
انا في الاول كنت مازال متردده، ولكن هو زاد كمل كلامه باللي انا ارتحيت لك وبغيت نتعرف عليك كإنسانة، وإلا كتاب نجي لداركم. هنا انا بديت كنفكر شويه، ومن بعد وافقت اني نضيفو كصديق عندي في الفيسبوك، وضفتو عندي وبدينا كنهضروا كنتعرفوا مني منك، كنهضروا هكا. الطريقه ديال الهضره ديالو كانت كتبان انه انسان راقي في العقل ديالو، انسان مربي متخلق. هضرته كانت في الحدود، وكنا كنهضروا في نطاق الحدود. شنو قريتي، شنو كتخدمي، شنو كديري، فين كتمشي، فين كتجي، شنو انت خدام، شنو هادي، شنو كيعجبك في الماكله، شنو. مهم مواضيع كلهم محترمه، ما عمرو ما خرج معايا الحدود، وحتى انا ما عمرني ما خرجت معاه الحدود. وبقات الايام هكا غادا. واحد النهار هو يهضر لي على الزواج، انا راني باغي نتزوج وهذا وهذا، ولكن انت عاجباني وطريقه الهضره ديالك وتفكيرك وكل شيء، ولكن انا ما عمرني شفتك وما عمرني هضرت معاك. تقدري تكوني انك كاع فو كونت تكوني راجل وانا ما عارفش. فهذا علاش خصك تصيفط لي تصويرتك نشوفك، وتصيفط لي رقم ديال التليفون ديالك. انا هنا كان الرفض ما فيهش تفكير. قلت ليه لا، مستحيل وما يمكنش، ما يمكنش لي نصيفط لك تصويرتي، وما يمكنش لي نعطيك نمره التليفون ديالي، لانه ممكن يتسبب لي في مشكل مع العائله ديالي. هو ما عجبوش الحال وقلب وجهه وما بقاش كيهضر معايا. دازت ايام هو ما كيهضرش معايا. ما نكذبش عليكم ونقول لكم انه ما حسيتش بشي حاجه، بالعكس كنت كنتعذب ديك الايام اللي ما كانش كيهضر معايا. كنت كنلوم راسي، كنقول واش خصني نعطيه التصويره، ولكن العقل ديالي كيقول لي لا، خليه، صبري، وإلا كان باغيك راه غيرجع، وإلا ما كانش باغيك ما عندك ما ديري بواحد اللي غادي يبدا يبتزك بشي حاجه بحال هكا، يا تعطيني تصويره يا ما نهضرش معاك. ما كاين علاش تدخلي انت وياه لهاد الدائره. دازت الايام، قلت لكم هو ما كيهضرش معايا، حتى لواحد النهار دخلت الفيسبوك ونلقى ميساج ديالو مصيفط ليا: سلام ساره، انايا فعلا كنت ناوي اني نقطع معك الهضره، ولكن ما قدرتش، لانه لقيت راسي ولفتك وبغيتك وما نقدرش نتفرق عليك. فهذا علاش انا غادي نجي لداركم، وعرفيني على عائلتك، عطيني نمره شي حد عائلتك اللي نهضر معاه، ونجي لداركم وشوفه غنشوفك في داركم. انا فرحت وعجبني الحال، كيفاش انه احترم الموقف ديالي واحترم الراي ديالي وما ضغطش عليا اكثر، وصافي عجبني الحال. المهم وفعلا عطيته الرقم ديال الاب ديالي، هو اتصل بيه ودار معه موعد باللي بغى يجي، وهداك الشيء اللي طرا. جا لعندنا للدار هو والاهل ديالو وشافني، والحمد لله اني عجبته، لانه حتى انا عندي حقي في الزين وانسانه متخلقه وكل شيء. فهو داكشي اللي كان باغيه لقاه، وصافي داز كل شيء بخير على خير. الوالدين ديالو حتى هما عجبتهم، وصافي وتمت الخطبه على خير. عائلتي صراحه ما كانوش باغيينو 100%، لانه كان كيسكن في واحد المدينه بعيده على المدينه ديالي، وكان غادي خصو ياخدني معاه، يعني غادي نبعد على عائلتي، وانا هي البنت الوحيده اللي كنت عندهم في وسط خوتي الولاد. ما كانش هو باغي انه يتنقل من مدينته، وحتى انا ما كانش يمكن ليا اني نبقى بعيده عليه. فانا تحديت عائلتي وقلت لا، هذا هو اللي بغيت وغير به غنتزوج. عائلتي مي شافوني شاده وما باغياش نتراجع على القرار ديالي، فاحترموا الراي ديالي وخلاوني نتزوج به. داز العرس بخير ومشيت معاه لداري، ودازت الايام وبخير، كان كيعاملني مزيان، كلشي كان غادي مزيان. واحد النهار قلت ليه بما انك انت كتقيل خدام، ما كنشوفكش بزاف، بديت كنقناط، ما عندي هنا لا صحابات ولا عائله ولا حتى شي حاجه. طلبت منه انه يدير لنا انترنت في الدار، يعني ابونمون في الدار، ولا يدير لنا ويفي في الدار، او على الاقل يبدا يدير لي دي ريشارج في التليفون باش نتواصل مع عائلتي. بدا كيتهرب من هذا الموضوع، نهار على خوه ديما كيتهرب. كل ما كنجبد معاه موضوع ديال الانترنت كيتهرب. هو كيبقى النهار كامل في الخدمه، ما كيجي حتى العشيه، وانا كنبقى بوحدي. حتى من عائلته ما كانوا ساكنين معنا، كانوا ساكنين شويه بعاد علينا.
فكنبقى غير بوحديتي، ما عندي ما ندير، الشغل كنساليه دغيا، الماكله كنوجدها دغيا، كنبقى نتفرج في التلفازه. المهم قنط والديا خوتي توحشتهم، بغيت نهضر معاهم، بغيت نشوفهم. كل ما كنت كنجبد مع هذا الموضوع كيعطيني التليفون ديالو كيقول لي ها انت هضري مع داركم، ها انا هنا وها انت هضري معاهم. كنت كنهضر معاهم، ولكن الوقت اللي ما كانش كيكون هو فيه في الدار هو اللي كنت كنبغي نهضر معاهم، يعني باش نعمر الفراغ ديالي. ومن يجي هو للدار نعطيه وقتي كله، ولكن هو ما كانش فاهمها هكا، هو كان عنده تفكير اخر. دازت الايام وانا دائما كنجبد نفس الموضوع نفس الموضوع ونفس الموضوع، حتى لواحد النهار من قلت ليه بغيت من الانترنت وبقيت كنعاودها وكنعاودها وكنعاودها، هو يجاوبني بواحد الجواب اللي صدمني في حياتي. قال لي واش بغيتيني ندير لك انترنت عاود باش تولي تهضري مع الرجال عاوتاني؟ وشنو مازال باغا تقلبي على راجل اخر؟ تصدمت في ديك الهضره اللي قالها، رغم انه حديثنا باش كنا في الانترنت وهذا كان حديث محترم، ما عمرنا تحدين، ما عمرنا تجاوزنا الحدود وكل شيء، ولكن واخا هكاك شوف الشك ديالو فين مشى، وما قالش بلي هاد المراه انها محترمه، ما فكرش حتى شي حاجه، فكر غير اني غادي ندير الانترنت يعني غنرجع نهضر في هاد الشيء ديال فيسبوك وكل شيء، وغادي نعرف شي راجل اخر ولا نبدا نهضر مع الرجال ولا. وصدمني فيه صراحه كيفاش كيفكر فيا، ما ظنيتوش انه يفكر فيا بهاد الطريقه. كتقول ساره باللي صدمني بهاد الهضره اللي قالها، كيفاش انه راجلي يقول لي اش ضمن ليا انك ما غاديش ديري نفس داكشي اللي درتيه قبل وديري كونت في فيسبوك وتبداي تعرفي على الرجال. صدمني راجلي كيفاش طعن في شرفي، مرتو انا اللي معاشر معايا وشايف كيفاش انا كنتعامل يطعني في الشرف ديالي بحال هكا. من هاد الصدمه ما قدرتش نبقى واقفه، جلست طحت جلست، ما قدرتش نهضر، صافي بقيت غير مصدومه فيه. السؤال الوحيد اللي كان كيدور ليا في راسي ديك الساعه، هذا هو الراجل اللي بغيته؟ واش هذا هو الراجل اللي تحديت والديا وجيت معاه بعيد وخليت عائلتي من مورايا وقلت لهم لا هو اللي بغيت؟ واش هو هذا الراجل اللي كيستاهل اني نعيش معاه اصلا؟ ولكن هاد الاسئله كامله ما كتفيد حتى بشي حاجه، اللي فات فات وانا تزوجت به وخصني نصبر. هذا هو التفكير ديال عائلتي، لان عندهم ممنوع انه المراه ترجع مطلقه. ما تقوليش لنا انك ترجعي تطلقي، واصلا حتى السبب شنو؟ ترجع عندهم تقول لهم راجلي ما باش يدير الانترنت، سبب حتى واحد ما غادي يجيه سبب مقنع انك تطلقي عليه. وهنا بديت كنفهم باللي هادشي اللي كتب عليا. ودائما الزواج خصو يبدا بطريقه مزيانه، الزواج يبدا بطريقه صحيحه، لانه ملي كيبدا بطريقه خطا واخا انا ما كنشوفهاش انها طريقه خطا، لان انا عارفه راسي كيفاش كنت، وعارفه راسي بلي كنت شاده الحدود ديالي لا معه ولا مع غيره. ولكن يمكن هو كان كيحسب انه غير هو اللي درت معاه ديك الطريقه نتاع التعارف، واني ما كنتش باغي نهضر معاه وما كنتش. يمكن هو كان كيحسب له باللي انا استعملت ديك الطريقه معاه هو بالذات باش نشدو ويجي يتزوجني. ما عرفت شنو كان كيدور له في راسو. المهم هو انه الثقه فيا ما كانتش، وانا اللي ما كيثقش فيا كيطيح من النظر ديالي. وهذا الشيء اللي وقع، راجلي طاح من النظر ديالي وما بقيتش انا وياه مزيانين. ولكن ما عليا غير نصبر، ومن تما صافي سديت هذا الموضوع ديال الانترنت وديال التليفون، ما بقيتش كنسول فيه اصلا. من نبغي نهضر مع والديا كيدوزهم ليا هو وكنهضر معاهم، ومن كيكون عنده الكونجي كيديني عند والديا نشوفهم مره في العام ولا اكثر. وصافي تقبلت هذا الشيء اللي طرالي والقرار ديالي واختياراتي، وما قدرت نحكي لا لوالديا ولا حتى شي واحد هذا الشيء اللي طرالي. هذا الشيء اللي كان. ونصيحتي للبنات هو انكم عرفوا تختاروا وما تحداوش عائلاتكم على حتى شي واحد ما غادي يعمر الفراغ ديال والديك وخوتك. ما عمرك تحداي شي راجل، تحداي عائلتك على وديت شي راجل. الا كانوا والديك قابلين فزيدي في الزواج، الا والديك رفضوا بلا ما تزيري على والديك وتحسيهم باللي نتيا هاد الشخص راكي متاكده منه، لان نهار غادي تكون عندك شي خيبه امل ما غاديش تقدري ترجعي عند عائلتك وتشكي لهم، لانك واحد النهار انت اللي هضرتي عليه مزيان وانت اللي تحديتيهم على ودو. هذه نصيحتي للبنات اليوم. كنتمنى ان شاء الله القصه ديال ساره تكون وصلاتكم، وان شاء الله تكون عجبتكم. وإلا عجبتكم ما تنساوش تخليونا لايك وخليو الراي ديالكم لساره. تقدر تشوف لي كومونتير ديالكم، لان دازت سنين هي على الزواج ديالها وتزاد عندها وليدات وكبروا،
وصافي. ولادها دابا هما اللي ولاو كيديروا هادشي ديال الفيسبوك والانترنت، ولا هما مدخلين ومابقاش محتاجه لراجلها. دونك بسبب ولادها ولا عندها الانترنت، وعاد ولات كدير دي كونت فيسبوك وداكشي. وحكات لنا القصه ديالها. من القصه ديال ساره كنتعلموا الصبر، كيفاش انه المراه ممكن تصبر، وكنتعلموا الفائده ديال ان خصكم تتبعوا الراي ديال الوالدين، راه رايهم مهم، وإلا شافوا شي حاجه راه انت ما شايفهاش. فدائما ما كنتحداوش والدينا حتى على شي واحد. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم القصه، وخليوا لي كومونتير وشي كلمه زوينه لساره، تصبروها وتزيدوا تكملوا على صبرها اللي صبرته هاد السنين هذه كامله. شكرا بزاف للدعم ديالكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بهذه القصه. تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، بسلامه.